السلام عليكم ورحمة قصة. ليوم على ولد من الأطلس، درويش من عائلة فقيرة إلى رجل لباس عليه. فمغرب تبع قصة حتى الأخر باش تعرف شنو وقع. نبداو. في واحد القرية صغيرة في جبال الأطلس، تزاد عمر في عائلة بسيطة. كان راعي الغنم، وامو طباخة زوينة في الطاجين والكسكس. عمر كان ولد فضولي، كي يحب يكتشف، كي يتسلق الجبال وكي يعوم في الويدان. ولكن الحياة كانت قاسية، القرية بعيدة، الشتاء قليلة، والجوع كي يدق الباب بزاف ديال المرات. نهار كان عنده 10 سنين، مات باه في حادث ديال الصيد، وبقات المسؤولية كاملة على كتافه. قال لمه في ذاك النهار: يمه، حياتنا بحل الجبل، صعيبة ولكن واقفة. بدا يخدم في الحقول، يزرع الشعير والقمح، وقلبه ديما كيشوف بعيد، كيشوف المدينة الكبيرة. كبر عمر وولا شاب قوي وعلى قده، وكيعشق القراية وخا مقراش بزاف. نهار واحد دخلت للقرية مجموعة ديال السياح، وفيهم بنت أوروبية سميتها سارة، جاية تعيش مغامرات في المغرب. شافت عمر كيرقص في عرس تقليدي وقالت ليه: كترقص بحال الريح الحرة. تعرفوا على بعضياتهم، وحكى لها عمر قصص الجبال والوديان. هي بدورها كانت كتجود التصاور، وتصورته مع الغنم. حس عمر بالدك الحب الأول. ولكن سارة كانت غترجع لبلادها، قالت ليه غادي ترجع. ولكن عمر كان عارف الحياة ما كتعطيكش ديما اللي بغيتي. بعد ما مشات، عمر قال: خلاص، خصني نبدل حياتي. باع شوية ديال الغنم ومشى لمراكش يقلب على خدمة. لقى خدمة في دكان ديال الزرابي، وتعلم من تجار شوية ديال البيع وشوية ديال الحيلة. تعرف على حسن، راجل ضاحك وكيحب السهر. ولاو صحاب، وقرروا يديروا مغامرة، يمشيوا للصحراء يقلبوا على كنوز قديمة بحال اللي كانوا كيحكيوا عليهم الجدود. لقاو واحد الكهف فيه رسومات قديمة، ولكن عاصفة رملية شداتهم وضاعوا أيامات. عمر تذكر كلام باه وتبع النجوم، ورجعوا سالمين. قال لي حسن وهو كيضرب عليه: أخاي، حياتنا بحال الطاجين، خصها نار قوية باش تعطي لذة. فرجعوا لمراكش، وتعرف عمر على فاطمة، طبيبة شابة عاقلة وحنينة. من الأول وهو معجب بيها، وهي حتى هي شافاته راجل ديال المعقول. بداو كيتلاقاو في جامع الفنا، كياكلوا اللوز والبرتقال، وهو كيسرد ليها المغامرات ديالو. ساعداته يحسن القراية، ولاو كيبنيو أحلامهم بجوج. ولكن المشكل كان في العائلة ديالها، بغاوها تتزوج براجل مرفح. هربات فاطمة في ليل، مشات عند عمر وقالت ليه: حبنا بحال الواد، كيجري وخا كاينين العوائق. تزوجوه في عرس صغير، وجاو غير صحابهم القليلين، وانتقل عمر يعيشوا معاها في المدينة. مرات السنين، وولا عمر أب ل3 دريات، 2 دراري وبنت. كان كيخرجهم للجبال، كيعلمهم الشجاعة وقيم الحياة، وكيسرد ليهم حكايات الصحراء. ولكن حتى السعادة عندها امتحاناتها. مرضات فاطمة بمرض قوي، وعمر بدا كيخدم ليل ونهار باش يخلص الدواء. وتفكر سارة في ذاك الوقت، ولكن حبه الفاطمة كان أقوى وما خلاش يضعف. تعافت فاطمة، ورجعوا أقرب وأقوى. مع الوقت عمر فتح مطعم صغير كيقدم أطباقا مغربية: طاجين، حريرة، رزة، مخلطة بين التراث والحداثة. وفي آخر العمر كان عمر جالس تحت نخلة، والريح كتلعب في الأوراق، وهو كيتفكر: من ولد جبال فقير لرجل عنده قصة يحكيها. جمع أحفاده وقال ليهم: الحياة مختلطة بحال الماكلة المغربية، فيها الحلو والمر، ولكن الحب والصبر هما اللي كيربحوا في الأخير. مات عمر مرتاح، محاط بالناس اللي كيحبوا، وقصته بقات أسطورة في القرية.